وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم، وإن أحد أخلاقه صلى الله عليه وسلم تشهد بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ وقد قال الله تعالى مادحا وواصفا خلق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن، وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي، وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها، والبعد عن كل خلق ذمه القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأسخى الناس وأعطف الناس، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يجيب دعوة المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده ويردف خلفه ويقبل الهدية ويأكلها ويكافئ عليها ولا يأكل الصدقة، وكان يأكل ما حضر وما عاب طعاما قط، وكان لا يأكل متكئا ويأكل مما يليه، وكان يلبس ما وجد، وكان يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة، ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف، ولا يجفو على أحد، ويقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقها، ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه لصلاح نفسه، وما لعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما أو قطيعة رحم، فيكون أبعد الناس عنه. قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكان خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه ومن فارقه، ومن جاءه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. كان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم، وكان يعفو مع المقدرة ولا يواجه أحدا بما يكره. وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، وكان أشجع الناس. قال بعض أصحابه: كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم.